ازيكم عاملين ايه؟ This is دكتور شيماء. هنتكلم في الفيديو ده عن اساسيات الحياه الصحيه، سواء كنت جوه الدايت او ماشي على دايت في الوقت الحالي او كنت بره الدايت، يعني زهقت او اتخنقت من الدايت فانت مأجز شويه. كتير قوي لما بيوقف دايت للاسف بيرجع يزيد اللي هو خسه او كمان بيزيد الضعف. الاساسيات اللي انا هقولها لكم في الفيديو ده هتساعدك ان انت تثبت وزنك في الفتره اللي انت موقف فيها الدايت، بحيث ان انت لو حبيت ترجع في اي وقت ما تبقاش محبط، ما تبقاش عندك اكتئاب، ما تبقاش مخنوق ومتضايق ان انت زدت اكتر من الاول. دي هتساعدك انك تثبت وزنك في المرحله دي دلوقتي. مش بس كده، دي كمان هتساعدك ان انت تفضل تحرق في الدهون الموجوده في جسمك حتى وانت موقف دايت. القواعد اللي انا هقول لكم عليها دي ساعدتني انا شخصيا ان انا احافظ على وزني، وساعدت كمان ناس في برامج المتابعه يحافظوا على وزنهم بعد ما خسوا من 20 ل 30 كيلو تقريبا من وزنهم. اول قاعده عندنا ان احنا لازم ناخد الالياف بتاعتنا قبل اي وجبه احنا بناخدها. الالياف بتاعتك دي مهمه جدا جدا، فايدتها ليك 3 حاجات اساسيه. اول حاجه ان هي هتملى بطنك قبل الاكل فتحسسك بالشبع، وبالتالي هتقلل كميات الاكل اللي انت بتاكلها فتقدر انك تحافظ على وزنك، خليك تبطل نقنقه وسناكس ما بين الوجبات. تاني حاجه هتقلل امتصاص اي حاجه هتاكلها بعدها، ايا كان نوع الاكل اللي هتاكله بعديه فهي هتقلل لك امتصاصه، مش هتخلي سكر الدم عندك يترفع بسرعه، وهو ده اللي احنا عايزينه عشان نمنع تخزين الدهون في الجسم، كمان عشان الجسم يفضل في حاله حرق مستمره للدهون الموجوده فيه، فتقدر ان انت تحافظ على وزنك وكمان تقدر انك تنزل في الوزن. تالت حاجه ان هي تخليك تشرب ميه كتير جدا جدا جدا، سواء بقى كنت في الصيف كنت في الشتاء، لان هي من النوع اللي بينزل المعده بيعمل بالك فبيسحب الميه الموجوده، وزي ما احنا عارفين الميه بتكون مهمه جدا عشان نقدر نحرق الدهون الموجوده في الجسم، فهي هتساعدك جدا في النقطه دي. الالياف بتاعتنا زي ايه؟ تقدر تاخد مشروب سد الشهيه بتاعي، هتلاقوا الفيديو موجود في القناه عندي، هسيب لكم اللينك فوق هنا وهسيبه لكم كمان في الديسكربشن تحت، فروح اتفرج على الفيديو بتاع مشروب سد الشهيه عشان تعرف ايه مميزاته وطريقه تحضيره وتعمل ايه بالظبط بعد ما تاخده. القاعده الثانيه لازم تهتم بترتيب الوجبه بتاعتك. الترتيب الوجبه بتاعتك عليها 90% تقريبا من نجاح الحياه الصحيه بتاعتك. مهم جدا ان اللي انت بتاكله ده ما يمتصش بسرعه فيرفع سكر الدم عندك فجاه، عشان لو طلع فجاه هيحصل حاجتين انت مش عايزهم، يوقف عندك حرق الدهون في الجسم، كمان هيزود تخزين الدهون في الجسم فتبدا تزيد في الوزن. فاحنا عايزين جسمنا يفضل حرقه عالي قوي ما يوقفش. هو ترتيب الوجبه بتاعنا، اول حاجه ان احنا ناخد الالياف بتاعتنا. الالياف دي مهمه ليك قبل اي وجبه انت هتاخدها. تاني حاجه هناخد طبق السلطه بتاعنا. الحاجه الثالثه البروتين بتاعنا، وبعد كده تحب الشوربه او كده ممكن تاخد شوربه مفيش مشكله، واخر حاجه هتاخدها في اكلك هي النشويات. انت مشيت بالترتيب اللي انا قلت عليه ده دلوقتي، اراهنك ان انت مش هتلوط في الاكل وهتشبع ومش هتزيد في الوزن بسهوله. القاعده الثالثه، وهنا هكلمك عن المكملات الغذائيه. في مكملين مهمين يعني ما يفرقكش ابدا، مهمين جدا ليك. ايه هم؟ اول حاجه بالنسبه لنا هو الكروميوم. الكروميوم ده يعني يعتبر صاحبك الانتيم كده، بيفضل معاك على طول، بيتاخد قبل الاكل بنص ساعه على الاقل، خصوصا لو انت طبيعتك اصلا بتحب النشويات الكتير وبتحب الحلويات مثلا. هيساعد على تنظيم سكر الدم، هيزود الحرق عندك، هيحسن حساسيه الخلايا لهرمون الانسولين، فمهم جدا ان انت تاخد الكروميوم في يومك. تاني حاجه فيتامين دي. وفيتامين دي للاسف ناس كتير جدا بيكون عندها نقص فيتامين دي وما بتكونش عارفه ده. عملت تحليل وعرفت ان نسبته كويسه. مهم قوي ان انت تاخد جرعه تحافظ على نسبه فيتامين دي ما تقلش عن المستوى اللي هي فيه دلوقتي. لكن لو انت اصلا عندك نقص فيتامين دي مهم انك تبدا تاخد مكملات فيها فيتامين دي. فيتامين دي مهم قوي للنشاط، مهم للصحه، مهم للمناعه، مهم كمان لحرق الدهون في الجسم. لو عندك نقص فيتامين دي فانت كده حرقك واقع. بالمناسبه في حاجه مهمه قوي عايزه اقول لكم عليها، ان السيدات اللي هم بيكونوا مغطيين جسمهم مثلا وبيحطوا صن بلوك على وشهم، فهم جسمهم ما بينتجش فيتامين دي لان جسمهم وجلدهم ما بيتعرضش للشمس. فيتامين دي عارفين ان هو لما انت تعرض جلدك للشمس بيبدا الجلد يطلع فيتامين دي، جلدك ما بيتعرضش اصلا للشمس فبالتالي جسمك ما بينتجش فيتامين دي، فانت اكيد عندك نقص فيتامين دي. كمان احنا في الشتاء بنكون مغطيين جسمنا، فلو سمحتي ناخد بالك. فمهم قوي تحافظ على الحاجتين دول يكونوا اساسيين في يومك، الكروميوم وفيتامين دي. القاعده الرابعه، دايما اتحرك، سواء كنت جوه الدايت او بره الدايت، زهقت مثلا اتخنقت فمأجل الدايت شويه، لازم تتحرك ولازم تمشي. امشي نص ساعه كل يوم، امشي ساعه كل يوم، اعمل اي نوع حركه واي نوع رياضه، مجرد بس انك تكون منتظم على الحركه. ده هيساعدك انك تحافظ على وزنك وتحافظ على لياقتك وكمان تحافظ على صحتك. ده هيحسن المود عندك جدا ويقلل الضغط النفسي عندك. القاعده الخامسه، وفي القاعده دي هقول لك في حاجات معينه اوعى ترجع لها ابدا ايا كانت الاسباب ايه. حتى لو كنت مخنوق زهقان بره الدايت دلوقتي، اوعى ترجع للحاجات دي. زي ايه؟ زي الزيوت النباتيه والسكر الابيض، اوعى ترجع لهم ابدا ايا كنت الاسباب. دول هيدمروا صحتك، هيخليك تزيد في الوزن
الوزن بسرعه جدا، هيبوظ الحرق عندك، هيزود عندك مقاومه الانسولين، هيزود عندك الدهون الموجوده على الكبد، وهيعملوا لك كوارث كتير قوي. فلو انت كنت مبطلهم اوعى ترجع لهم ابدا، ولو انت لسه بتاخدهم لحد دلوقتي ابدا قللهم بالتدريج لحد ما تبطلهم خالص. تخيل لما يكون عندك دهون على الكبد، يعني مصفات السموم اللي هي بتصفي السموم من جسمك بايظه او فيها مشكله او فيها عطل، دي كارثه. بيبوظ عندك حاجات كتير في الجسم، بيقلل حرق الدهون في الجسم، بيزود هرمونات معينه موجوده في جسمك وانت مش حاسس، يبدا يعمل مقاومه انسولين ويبدا يعمل مشاكل كتير جدا في جسمك. القاعده السادسه، لو انت دلوقتي موقف دايت وجيت مثلا نفسك تاكل حاجه حلوه من نفسك، اوعى ابدا تاكلها لوحدها، لازم تاكلها بعد ترتيب الوجبه اللي احنا قلنا عليه في الاول اللي هو القاعده الثانيه. ليه؟ لان انت لو كلتها لوحدها هترفع سكر الدم عندك بسرعه قوي وتحول في جسمك على هيئه دهون، فدي قاعده اساسيه من القواعد. اوعى تاكل ابدا حاجه حلوه على معده فاضيه. القاعده السابعه، لازم تزود البروتين في اكلك. دايما ناخدها قاعده كده ان احنا كل وجبه احنا بناخدها لازم يكون فيها نسبه من البروتين وتكون نسبه زياده شويه. لازم دايما نقلل النشويات بتاعتنا بالتدريج او ناخد نشويات اقل من اللي احنا متعودين عليه. دي دايما قاعده امشي عليها، ان احنا نزود بروتين ونقلل النشويات شويه. ودايما الخضار بتاعنا اساسي في كل وجبه، يعني فطار غدا عشاء انت بتاخد خضار بتاعك، ده سواء كنت بره الدايت او كنت جوه الدايت. القاعده الثانيه، بلاش تاخد الفاكهه على هيئه عصير، خد الفاكهه فريش زي ما هي، لان انت لما بتحولها عصير بتبقى عباره عن ميه بسكر. سكر الفركتوز ده اول ما بتاخده على هيئه عصير بيخش الدم بسرعه جدا وبيخش كمان على الكبد على طول، فيزود دهون الكبد عندك. فاوعى ابدا تاخد الفاكهه عصير، الالياف بتاعتها على فكره بتقلل امتصاصها شويه في الدم، وكمان هتستفيد من الفيتامينز والمينرالز الموجوده فيها، فهي مفيده جدا ليك، بس خدها بطريقه صح. معاك من ثمرتين ل3 ثمرات فاكهه في اليوم على حسب وزنك. القاعده التاسعه، اوعى تاكل ابدا كتسليه، يعني لو انت قاعد زهقان مخنوق متضايق اوعى ابدا تحط همك في الاكل وتقعد تنقنق وتاكل من غير ما تكون جعان. عاده وحشه جدا وغلط جدا، ولو انت مش متعود عليها وبدات تعمل كده هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بقى هابت، بقى عاده، والعاده بيبقى صعب جدا انك تبطلها بعد كده، كمان هتزودك في الوزن جدا. فانت لو عندك ضغط نفسي مثلا او مخنوق زهقان متضايق، اعمل اي حاجه تاني الا الاكل. اخرج هوايه انت بتحبها، اقرا، قوم اتمرن، قوم اتمشى، اعمل اي حاجه مفيده او اي حاجه انت بتحبها، بس تكون بعيد عن الاكل ما دام انت مش جعان. مهم قوي انك تخرج الضغط النفسي والعصبي ده في حاجه مفيده مش في الاكل عشان ما تزيدش في الوزن. يعني لو احنا عندنا ضغط نفسي او عصبي ده بيزود عندنا هرمون الكورتيزول، دايما لازم لما نلاقي نفسنا كده نحاول ان احنا نقلل هرمون الكورتيزول في الدم، نتمرن مثلا او نعمل اي حاجه بحيث ان احنا الاسترس عندنا يقل، لان هرمون الكورتيزول بيزود تخزين الدهون عندنا في الجسم. حتى لو انت ماشي كويس مش بتعك في الاكل او مش بتلخبط، فانت مجرد ان هرمون الكورتيزول عندك عالي فده هيزود تخزين الدهون في الجسم، خصوصا في منطقه البطن ومنطقه الارداف. القاعده العاشره، ودي قاعده اساسيه بالنسبه لنا برضو حافظ عليها، ان انت لازم اكلك معظم الوقت يكون جوه البيت. لو انت حابب تاكل بره البيت تبقى مره واحده في الاسبوع وتبقى وجبه واحده، مش كل يوم اكل من بره، لازم معظم اكلك يكون من جوه البيت. القاعده ال11، لازم تبعد عن الامتي كالوريز. ايه هي الامتي كالوريز؟ دي عباره عن اكلات بتكون سعراتها عاليه جدا بس ملهاش اي قيمه غذائيه، زي السكر الابيض، زي الصودا، زي الجانك فودز، زي اكل بره، الحلويات، زي العصاير، المقليات، وزي المحمرات. الحاجات دي بنسميها امتي كالوريز لان ملهاش اي قيمه غذائيه لكن سعراتها بتكون عاليه قوي، فبالتالي هتزودك في الوزن ومش هتعرف ترجع عنها تاني، لان هي بتكون عامله زي الادمان بالظبط. الحاجات دي بتكون كارثه للجسم، ان هي بتزود عندك امراض القلب، بتزود تصلب الشرايين، بتزود عندك مقاومه الانسولين، بتزود دهون الكبد، بتزود الالتهابات في جسمك بصفه عامه، ودي بتعمل لك امراض كتير قوي. فمهم قوي ان انت تبعد عن اي مقليات ومحمرات في اكلك، كمان بتوقف حرق الدهون في جسمك. فانت لو نجحت انك تبطل الامتي كالوريز دي اوعى ترجع لها تاني ابدا. القاعده ال12، ودي بصراحه قاعده مهمه جدا، الدهون الصحيه مهمه جدا عشان امتصاص دهون انت بتاخدها في اكلك، زي فيتامين دي وفيتامين اي، لازم يكون في دهون في الوجبه بتاعتك عشان ده يحسن امتصاص فيتامين دي مثلا. فالدهون الصحيه مهمه جدا ليك. وبصراحه في حاجات انا بسمعها ان مثلا الاقي ناس بتقول قلل نشويات وقلل دهون. طب انا لما اقلل نشويات واقلل دهون امال انا هشبع ازاي؟ لو انت ناوي تقلل النشويات لازم ترفع الدهون الصحيه بتاعتك في اكلك عشان تقدر تشبع. ما هو انت برضه مش بتعذب نفسك، مش بتحاول تحافظ على صحتك عشان تعذب نفسك وتبقى جعان، لا لازم تبقى شبعان. وعشان تبقى شبعان يا اما تقلل نشويات وتزود الدهون الصحيه في اكلك، او العكس ان انت ترفع نشويات وتقلل الدهون الصحيه. وانا بفضل ان انت تقلل نشويات وترفع الدهون الصحيه في اكلك عشان تقدر تحس بالشبع ويبقى مودك كويس وتقدر ان انت تكمل في الطريق اللي انت ماشي عليه. وكمان عشان اكون مبسوط ما اكونش متضايق من اللي انا بعمله. لو انت طبقت القواعد اللي احنا قلنا عليها دلوقتي
حتى لو انت بره الدايت، مش ماشي على دايت حاليا وبره الدايت، فصدقني انت هتنزل في الوزن وهتخس من غير ما تعمل اي دايت. فانت هتنزل في الوزن وهتلاقي نفسك بتخس لوحدك كده. القواعد دي بالنسبه لك حاجات اساسيه في اي وقت وفي اي مكان، سواء بقى كنت موجود في بيتك، سواء كنت في الشغل، سواء كنت في مصيف، ايا كان كنت فين. القواعد دي اساسيه ومهمه جدا بالنسبه لك، هتظبط لك حياتك وهتخليك ما تلخبطش في الاكل، ومش هتخلي وزنك يزيد، بالعكس هتثبت وزنك على الوزن الحالي اللي انت فيه دلوقتي. فانت لو مش متعود على القواعد دي، ابدا اتعود بالتدريج لحد ما تطبقها كلها. ولو كنت ماشي على دايت فبالنسبه لك هيكون سهل قوي ان انت تطبق القواعد دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، ولو في اي سؤال ليكوا اكتبوا لي في الكومنتس تحت.